عباس. وشهادة ميلاد ابنها؟ شهادة ميلاد ابنها وابوه اسمه عباس. قلت لنوال؟ لا. ليه؟ وانا مالي يا بيه، الناس اسرار وانا ما احبش ازعل الناس مني ابدا. وبعدين هي كانت معايا وشافت كل حاجة بنفسها. امال ايه اللي دخلك في موضوعها مع نوال؟ يا بيه انا كنت اعرف المرحوم عباس جوزها وكنت معاه بخدمه وكنا اصدقاء. امال انت كنت بتتردد على شقة المجني عليها ليه؟ عشان اخلص موضوعها مع الست نوال. بس كده يا زناتي؟ يا بيه حضرتك اسأل الست نوال، انا رحت لها كذا مرة وهي معايا، واسأل كمان الشغالة اللي عندها. زناتي، ايه رأيك ان المجني عليها اسمها مرزوقة وشهادة ميلادها وقسيمة جوازها بتقول كده؟ الله، مش معقول. عملت كده ليه؟ دي حاجة تمخل المخ. وانت ما كنتش تعرف الحكاية دي؟ يا بيه انا راجل دغري وعلى نياتي وما احبش اتحشر في اللي انا ماليش فيه. الست كان اسمها سونا بيومي يا بيه. مين اللي قالك ان اسمها سونا بيومي؟ لما جيت عشان اشتغل عندها عرفت ان اسمها سونا بيومي. ومين اللي جابك عشان تشتغلي عندها؟ بواب العمارة. بقالك قد ايه عندها؟ من يوم ما جت وسكنت الشقة. مين كان معاكم في الشقة؟ مفيش حد غيري انا وهي بس. ونوال لما جت عندها الشقة كان معاها مين؟ الاستاذ زناتي. وجم عندها ليه؟ معرفش، ما انا في حالي ما بحضرش الكلام اللي بيقولوه. ما سمعتليش حد بيقول ان اسمها مرزوقة؟ مفيش غير الراجل اللي هجم على الشقة عشان يدور عليها وقال ان اسمها مرزوقة. اسمه ايه؟ عوضين. هو قال اسمه عوضين. ولما قالك ان اسمها مرزوقة عملتي ايه؟ حسيت من كلامه وهلوسته انه مش طبيعي، خفت منه وندهت له البواب. حد تاني غير زناتي وعوضين ونوال جم الشقة؟ واحد اسمه مفتاح. وده ايه كانت علاقته بيها؟ كان هيتجوزها. ايه اللي عرفك انه كان هيتجوزها؟ عشان هو ندهلي وقال لي اعملي شربات، وكان جايب لها اسورتين دهب. والاسورتين دول راحوا فين؟ معرفش. طيب الفلوس اللي كانت معاها راحت فين؟ معرفش يا بيه. كنت بتروح للمجني عليها مرزوقة الشقة ليه يا مفتاح؟ يا سعادة البيه أنا كنت أعرف إن اسمها سونا بيومي. كنت بتروح لها ليه؟ عشان مصلحتي وأشغالي. يعني إيه؟ هي اتصلت بيا في المحل بتاعي وقالت لي إن لا مؤاخذة عندها كام عجل عاوزة تبيعهم، واديت لي العنوان، فأنا خدت بعضي ورحت لها. وقالت لك إيه؟ رحبت بيا